لبنانية تحمل دماء فرنسية واجهت موجة انتقادات بسبب مشهد ساخن وإطلالة جريئة، وهذا فارق العمر بينها وبين زوجها. 20 معلومة عن السيفاني عطلة. في البداية هنقول السيفاني عطلة من مواليد 5 أكتوبر سنة 93. ولدت السيفاني عطلة ببيروت لأب لبناني وأم فرنسية. بدأت السيفاني عطلة الغناء في سن السابعة. درست السيفاني عطلة الإخراج في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وبدأت السيفاني عطلة في مجال الإعلانات. في سنة 2015 قدمت السيفاني عطلة برنامج كوميكاتو على تلفزيون لبنان، وكانت فيه تقلد شخصيات مشهورة. في سنة 2017 كان انطلاقة السيفاني عطلة في التمثيل مع مسلسل ورد جوري وشخصية روان الفتاة التي تتعرض للاغتصاب. وبعدها شاركت السيفاني عطلة في عدد من الأعمال وصل 25 عمل. وسنة 2023 حققت شهرة كبيرة عربيا من خلال مسلسل كريستال وشخصية فاي. تعرضت السيفاني عطلة لانتقادات بسبب مشهد قبلة، لكنها ردت على الانتقادات وقالت مهمة بالقصة وتم توظيفها بشكل صحيح. كما تعرضت لانتقادات بسبب إطلالتها في حفل دبي، حيث ظهرت بفستان مكشوف الصدر بشكل كبير. لم تبتعد السيفاني عطلة عن الغناء، وقامت بإنشاء فريق موسيقي تغني فيه موسيقى. ومن أشهر أعمال السيفاني عطلة لعبة البنات وكريستال وستيفا، وتشارك حاليا في مسلسل امرأة، النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم. تعرفت السيفاني عطلة على زاف أو جوزيف عبود سنة 2012، وكان وقتها يعزف في أحد الأماكن، وتابع بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان زاف يرسل لها رسائل مع كل عمل فني تقدمه، وجمعتهما علاقة صداقة قوية تحولت إلى حب. في سنة 2025 أعلنت السيفاني عطلة خطبتها على زاف، وأطلقت السيفاني عطلة بفستان أبيض قصير بلا أكمام مع طرحة قصيرة وردية اللون من التول. زاف من مواليد مايو 1983، أي يكبر السيفاني عطلة ب10 سنوات. قبل حفل زفافهما ظهرت السيفاني مع زاف في فيديو هما تحت الماء في تعبير عن الحب الكبير بينهم. كما احتفلت السيفاني عطلة في حفل توديع العزوبية مع صديقاتها في حمام السباحة. وأطالت السيفاني عطلة في فستان زفاف صمموا لها خصيصا دار جورج حبيقة، وجاء الفستان مستوحى من الطراز الأوروبي بخامة فخمة.